مع إلى عريس هذه الأمسية يوسف نصيري مع باسل طبال. إذا معنا في هذه اللحظات يوسف نصيري. يوسف، أولا كل عام وأنت بخير. مباراة كبيرة اليوم سجلت فيها هدفين، يبدو أن إشبيليا متخصص في هذه البطولة. الحمد لله. الحمد لله. كنبغي نشكر اللعابة على المجهود اللي قدموه، كنبغي نشكر الجماهير حتى هما اللي وقفوا معنا حتى لاخر دقيقة. الحمد لله ربي وفقنا وقدمنا أداء جيد. دابا الحمد لله غادي نفكروا في الماتش اللي جاي، خصنا نساو هذا ونفكروا في اللي جاي باش ان شاء الله نحققوا 3 نقاط باش يعطيونا شويه ديال الثقه باش نقدروا نديروا شي حاجه في السيمي فينال، وان شاء الله يكون خير. طبعا المباراة الأولى عانيتم بعض الشيء في الشوط الأول، عدتم في نهاية المباراة، ولكن اليوم بشكل المباراة مغاير تماما، مختلف تماما مع الضغط الكبير الذي فرضتموه على مانشستر. هنا كان مفتاح الفوز. الصراحه فاش كتلعب عندهم راه شويه صعيبه، ولكن الحمد لله قدرنا اننا نرجعوا في النتيجه ورجعنا ب2-2. وهذا الماتش هذا الماتش ماشي ديالنا حنايا، الماتش ديال الجمهور، والجمهور هو اللي ربح لهذا الماتش هذا، والحمد لله كنبغي نشكرهم على هذا الشيء اللي قدموا لنا وعلى هذا التعامل اللي تعاملوا معنا في هذا الماتش. تسجيل هدفين اليوم شيء رائع. الحمد لله في مواجهة مانشستر ان شاء الله. مواجهة قادمة في دور نصف النهائي مع اليوفي، ايضا فريق قوي، فريق متخصص في البطولات الاوروبيه، ايضا مواجهة صراحة فريق قوي، ولكن بالنسبة لنا حنايا كاع الفرق بحال غادي نلعبوا معاهم بحال اللي لعبنا مع مانشستر. غنخدموا على راسنا باش نقدموا اداء جيد ونربحوا المباراة ان شاء الله.